كان هناك مرة في قرية صغيرة كانت محاطة بالجبال الخضراء والمروج الخصبة. كانت القرية مليئة بالحياة والنشاط، حيث يعيش أهلها بسعادة وسلام. في يوم من الأيام قررت أحد الشباب في القرية أن يقدم هدية مميزة لأصدقاء المقربين وأهله. قرر أن يصنع لكل شخص عقدا فرديا يحمل رمزا، قطعة صغيرة من الجبل القريب، للصداقة والمحبة والروح والقوة لسكان القرية. بدأ الشاب في جمع الأحجار الصغيرة من الجبل، وبدأ في صنع العقود بيده الخاصة. قام بتشكيل الحجارة وربطها بحبل قوي وجميل. استغرق العمل عدة أيام، ولكن الشاب كان مصمما على إنهائها. عندما اكتملت العقود قام الشاب بدعوة أصدقائه وعائلته إلى المنزل، وعندما وصلوا قدم لكل شخص عقدا فريدا. تفاجأ الجميع بجمال وروعة العقود، وكانت الابتسامة تعلو وجوههم. بدأ الشاب بشرح معنى العقود. قال: هذه العقود تحمل فيها قطعة صغيرة من الجبل القريب، وهي رمزا للروح القوية والمحبة والصداقة التي تجمعنا جميعا. إنها طريقة لنعبر بها عن مدى أهميتكم بالنسبة لي والقرية بأكملها. تأثر الجميع بهذه الكلمات الجميلة ومعنى العقود، وقرروا أن يرتدوا العقود بكل فخر ويحملوها معهم رمزا للصداقة والحب في قلوبهم. مرت السنوات وازدادت العقود قيمة وأهمية، تكون مجرد قطعة من الجبل، بل كانت رمزا للترابط الاجتماعي والروح والمحبة والأخوة والقوة التي تجمع بين سكان القرية. وهكذا استمرت العقود في العيش مع السكان الجدد الذين انضموا إلى القرية، وتذكرت الأجيال القادمة قصة هذه العقود ومعناها العميق. وتبقت العقود حتى اليوم رمزا قويا للصداقة والمحبة في قرية الجبل الأبيض.